يا دكتورة أنا هقول لك على حاجة، بس ادعي لي، يعني أنا بسببك أنت تبت. يا حبيبتي الحمد لله. أنا هقول لك، أنا سمعت الأسبوع اللي فات حضرتك قلتي إن في واحدة جوزها طلقها بسبب إن هي يعني كانت مع علاقة مع حد وكده. اه أنا كده اه أنا اه كده وقعت يعني في معاصي كتير مع حد برضه، ماشي من ورا جوزي. في حد فيدوبك إن ايه؟ أنا كده افتحوا لي بقالي اربيس. أسبوع. أنا برضه اه زي كده، فتبت بقالي أسبوع. علاقه قاسمه شات والكلام ده. اه لكن ما عملتيش الكبيره. لا عملنا، اه فبقالي اسبوع بس كده. لا انا بقالي مثلا بقالي 5 اشهر ما اعرفوش خالص، بس بتكلم معاه مثلا في التليفون كلام برده مش كويس وكده، اه يغضب ربنا. فانا حلفت بقى بيني وبين نفسي وبين ربنا ان انا مش هكلمه تاني، ولا حتى لو شفته في طريق ما كاني ما اعرفوش. تمام. حضرتك ماشي. ودلوقتي الحمد لله يعني ربنا تاب عليا، بقيت اصلي ورا قران، بس حاسه ان انا ربنا قبل مني. خلاص كل ما اجي امسك التليفون اكلمه اقول لا. تمام. لا ايه اللي امسك خلاكي القران تسيبي؟ اقرا ايه اللي واقول لا. خلاكي تفوقي وتسيبيه؟ حضرتك اما سمحت معاك، انا اصلا ما كنتش راضيه ربنا خالص. فلما انت قلتي وكده فانا بخاف كل ما اسمع كلمه زنا، كلمه كده اخاف اكتر. اخاف. فدلوقتي بقيت اخاف خالص. بقى لي دلوقتي يجي 8 ايام ولا 9 ايام. طيب. اقوم الساعه 3 الفجر اصلي واقرا قران وكده، والحمد لله يعني بقيت مع ربنا. بس انا من جوايا كده في حد انا اعرفه كده برضه. في حد انا عارفه ان هي كده، فانا عماله اصلي واقول يا رب زي ما تبت عليا توب عليها. يا رب يا رب يا بنتي. طيب بس ادعي لي كده ان انا ما ارجعش تاني. ان شاء الله ما ترجعش تسمعي الكلام اللي هقول لك عليه يا امنيه. اسمعيني كويس. اولا ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالثبات. ثانيا حسك عينك الكلام ده يطلع بره بعيد بعد المكالمه دي. خلونا كده مغيرين الصوت والاسم وكل حاجه. بعد المكالمه دي ممنوع منعا باتا تماما. ربنا أزل ستره عليكي وسترك، اوعي تهتكي الستر. ثالث حاجه التوبه محتاجه ثبات ثم اتبعها بعمل صالح. انا بقى هقترح عليك اعملي عمل صالح، تصلي قيام، اقراي قران، كتري من السنن النوافل، كتري من الاستغفار والصلاه على الرسول عليه السلام. ده جزء. انا عايزاكي بقى تصلحي ما فسد. اطيعي الله عز وجل في زوجك واكرميه ايا كان المسببات. اصله سايبني، اصل عامل، اصل كذا، اصل بيعمل. بصي معصيته او خطأه او تقصيره لا يبرر ابدا ابدا ان انت تقعي في كبيره او زنا استغفر الله او اي حاجه من المعاصي. فانا اطيع ربنا في المواقف اللي انا مش عايزه اقول الكلمه اللي بتزعل، اللي انا صغرت فيها الراجل ده، اللي انا في لحظه انت قلت انا عملنا كذا والكبيره واستغفر الله ربنا تاب وشات وحش او مكالمات وحشه وخلاص. اللحظه دي اللي انت صغرت فيها زوجك دي، واللي انت سمحتي لواحد ذئب استغفر الله، والله مجرم مجرم ليس منا، ليس من النبي عليه السلام قال عليه كده خائن، ليس منا من خبب امراه على زوجها مهما كان تقصيره يخش لك كده ايا كان. فرحي زوجك، اطيعي زوجك، تصلحي في بيتك وفي قلب عيالك، واقعدي كده على سجادتك ليل ونهار وتعالي عيطي عيطي قولي له ماليش غيرك يا رب، استرني يا رب، اتمم سترك عليا يا رب. انتوا عارفين الحلقه دي اللي انا قلت لكم عليها، الست اللي بتقسم بالله، وانا قلت لكم عملت لي هزه في العقيده، فضلت ليله كامله اعيط اقول له يا رب انا لا اعلم عنك كده. وقالت لي هي مره واحده وجوزها سمع المكالمه، وكانت مكالمه وحشه طبعا والكلام ده، وزوجها سمعها وهي بتقسم بالله دي اول مره كده. وانا ازاي ربنا ما بيفضحش من اول مره؟ في حاجه غلط في حاجه. وفضلت ليله انا عندي لحد لما قلت لكم سالتها، قالت لي اصل في حاجه من زمان وبتروح. قلت لها يعني مش ده، اصل ربك كريم ستير. ودايما ادعي اللهم إني أسألك باسمك الستير يا رب استرني فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض، يا رب لا تفضحني بين خلقك ولا بين يديك. دايما ادعي بكده. وادعو الله سبحانه وتعالى يحسن لك التوبة ويثبتك يا بنتي. اوعي هتختبري وهيجيلك وهيبهدل الدنيا وكذا. لا انطق ولا افتح موبايل واقطع الشريحة واقفل كل حاجة والكلام ده،
ولا تنطقي ابدا، وقولي له كما سترت اكمل سترك علي، كما سترت يا رب ابدا ظني فيك ما تهتك ستر ابدا يا رب. وادعي دايما بكده. ادعو الله سبحانه وتعالى لك ولها ولصاحبتك اللي انت عارفاها دي، انصحيها لله، انصحيها لله وسمعيها الفيديو ده والفيديو اللي فات، وانصحيها ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب على. اللهم امين يا بنتي، ستر الامه الاسلام كلها، اللهم امين.